الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواتنا الطيبين، أسعدكم الله ويسر لكم أموركم جميعها دقها وجلها يا رب، وغفر الله لكم ذنوبكم دقها وجلها يا رب العالمين، وجعلنا وإياكم من المجبورين المستورين، اللهم آمين. والله أنا يمكن كلامي معاكم في الفيديو ده عايز ألخصه في حاجة، يعني عايز ألخص وأقول إن أنا محتاج لبعض الناس اللي هي توثق تاريخ أو عادات قديمة، يعني ما الفرق بين القديم والحديث، وإزاي إن الحديث أصبح خنجة، أو العصر الحديث أصبح أكثر خنجة رغم التطور التكنولوجي، ورغم إن الناس بقى عندها ثقافات عالية جدا، وعندها كل شيء مباح من وسائل الترفيه ووسائل التواصل، إلا إن الناس معظم الناس ما أصبحت لم تعد سعيدة مثل السابق. يعني على سبيل المثال، واحنا طلبة واحنا صغيرين او احنا شباب، يعني كنا نمشي في الشارع نضحك بشكل عالي جدا. نضحك بشكل عالي جدا لدرجة ان ممكن الناس تبص لي واحد يقول لك ايه يا واد قلة الادب دي، من الضحك ومن الضحك والصفاء اللي كان موجود. يا واد ايه اللي وطي صوتك يا شويه انت، هو قال وانت بتضحك في الشارع. الآن ما عادش فيه بسمة، ما عادش فيه ضحكة، ما عادش فيه إلا الناس كلها بتشتكي إنها مخنوقة، والناس كلها بتشتكي إنها تعبانة، والناس كلها بتشتكي إنها يعني عندها هم. طيب هو إيه الفرق بين القديم والجديد؟ زي ما بنقول احنا بنقول الجيل القديم اللي هو يعتبر احنا منه، واللي اقدم مننا منه، كان يعتبر جيل سعيد الحظ شويه. ازاي سعيد الحظ شويه؟ يعني مثلا تعال اقول لك ان طريقه الزواج زمان كانت ايه؟ كانت عباره عن بيوت فلاح مبنيه بالطين، وحجرات حجرات 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 جنب بعضها كده، وكان الموضوع بسيط جدا. 2000 جنيه ذهب او 1000 جنيه ذهب، واوضه نوم خفيفه ظريفه 600 700 جنيه. والله زي ما بقول لك كده. دلوقتي اصبح الامر خطير. وكنا عايشين، كنا مثلا انا اتزوج في حجره، واخويا التاني جنبي، واخويا التاني جنبي، واخويا التاني جنبي، وكان ما حدش بيحس باي حرج، لان ما كانش حد فينا يعني زي ما بنقول ايه، بيصدر منه اشياء تخدش الحياء كما يحدث الان. دلوقتي الشاب من دول يعني زي بقول لك انا عايز ارجع بالقديم، مش معنى ذلك ان ارجع بالقديم ارجعك ان اسكنك في كوخ تاني، لا بالعكس. انا بس عايز نوصل لحاجات فقدناها فعلا بين في طيات الزمن، وخلال كام سنه، 30 40 سنه، حاجات كتيره اتغيرت جدا جدا جدا. ما بين هذا وذاك فرق بين السماء والارض. يعني مثلا على سبيل المثال، احنا الواحد كان زمان بيروح المدرسه، مدرسه ابو غالب القديمه في الابتدائي، ومدرسة أبو غالب الإعدادية المشتركة آنذاك، اللي هي برضو ما زالت اسمها المشتركة الآن، لكنها اتغيرت شكلا وموضوعا وكل حاجة يعني. وكان الواحد بيجي يلاقي والدته
ووالده موجودين في مثلا هيتغدوا النهارده على سبيل المثال عند جيراننا ابويا حافظ ابو عاشور رحمه الله عليه، وبكره يبقوا عند ابويا عمر ابو عاشور الله يرحمه، وبعده يبقى عندنا احنا الله يرحم ابويا وامي رحمه واسعه وجميع موتى المسلمين. فكنت تلاقي فيه نظام ألفة، نظام يعني حلو جدا. كان يعني مثلا على سبيل المثال كان لو حد ما أو حصل حالة وفاة في الشارع، أو في الشارع اللي ورانا، أو في الشارع اللي ورانا، أو في البلد عموما يعني، كنت تلاقي التلفزيونات دي ما تتفتحش أبدا. سبحان الله، كان يجيبوا التلفزيون، والله يجيبوا التلفزيون، خلاص كده خلاص كده انت عندك 40 يوم ما عندكش شغل، يا التلفزيون، على الرغم ان التلفزيون كان بيفتح 12 الظهر يقفل 12 بالليل او 10 بالليل على حسب 10 بالليل، كان 10 بالليل كله تلاقي التلفزيونات ما عادش فيه ارسال ومفيش غير وش وبس. كان التلفزيون لو حصل حالة وفاة في الشارع او في الحي او في البلد عموما، سبحان الله، كان التلفزيون يجيبوا يعني جلباب قديم او جلابيه قديمه، خلينا نتكلم بالبلد يعني، جلابيه قديمه ويلفوه ويحطوه ويشيلوا الفيشه بتاعته ويلفوها ويحطوها تحت منه، انتهى الموضوع. وكان قدامك احد حلين، تستنى لحد ال40، يا اما الراجل صاحب اللي عنده حاله الوفاه يلف على الجيران والجيران 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 ويفتح التلفزيونات بنفسه. طب هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ بيبقى مثلا الفرش بره في الشارع والشاشه شغاله جوه، ما فيهاش كلام يعني بيبقى الفرش جنبك، جارك ميت وانت شغال التلفزيون جوه عادي خالص، ما عندكش مشكله، بتروح تقعد شويه في الفرش مثلا وترجع تفتح تلفزيونك وكأن شيء لم يكن، يبقى انت سامع برضو ان جيرانك عندهم حركه وفاه، لكن انت ما انتش في هنا، انت في عالم تاني يعني. واحيانا ما بتروحش. اه طيب هو ايه اللي اتغير يعني دلوقتي؟ احنا بنحاول نبحث عن البسمه او الابتسامه ومش بنلاقيها. طب ايه الاسباب دي؟ انا عايز بقى يعني كان الله يرحمه الاستاذ عبد الحكيم رحمه الله عليه، عبد الحكيم يونس، عبد الحكيم كامل يونس الله يرحمه ويحسن اليه، استاذنا الغالي، كان اقترح الفكره ديت وقال لي انت لازم تقابل الحمد لله بيقول لك انت عندك قبول وانت حد الناس بتحبه، وحد قابل الناس الكبيره وحاول تعمل معاهم بودكاست فلاحي، يعني بمعنى اصح انك انت تقعد في مكان عادي وتقعد تتكلم معاهم عن عادات وتقاليد والى اخره. وحتى عملت مع عم محمد عبد الله آه، آه، مقبله، فعملت معاه شويه حلقات كويسه جدا. الحلقات دي كانت جميله جدا، فنفسي بجد يعني ان احنا نقعد كده قاعده فلاحي في اي مكان، نتكلم فيه ونتناقش في عادات قديمه كانت حصلت، كانت موجوده، ونحكي تاريخ ابهاتنا واجدادنا ازاي كانوا عايشين، وازاي كان ما عندهمش يعني. انا عاصرت ان ما كانش فيه كهرباء في البلد، وكنا ما شاء الله ما شاء الله آه، المغرب اذن كلنا نخش بيوتنا، تمام، كلنا نخش البيوت، انتهى الموضوع. واللمبه متعلقه، لمبه جاز متعلقه نمره 5 او نمره 10 زي ما بيقولوا. كان في حاجه اسمها اللمبه الصفيح دي، كانوا بيحطوها في دورات الميه. انت متخيل معايا ان انت على الرغم من التقدم بتاعك هنا والقعده الافرنج بتبقى قاعد وتدوس على الزرار وتفتح مش عارف ايه، ودلوقتي كان هناك كان الوضع كان مختلف جدا. حتى كمان ايام المطره ما كناش بنعرف نروح دورات الميه الا بكل صعوبه، لان دوره الميه كانت بتبقى بعيده عن المكان اللي انت فيه. دلوقتي انت بتطلع من اوضتك، وممكن دلوقتي بيعملوها في الاوض. التطور حلو وكل حاجه، لكن هل التطور ده
يخلينا ننسى عاداتنا وتقاليدنا، وننسى اصولنا. وحتى في طريقة لبسنا، كانت طريقة لبسنا كانت مختلفة. يعني الواحد اللي يعني سبحان الله، الواحد الآن ما يعرفش لا يحلق حلقة من اللي بتحصل ديت آه، في الأيام ديت، ولا يعرف يلبس لبس من اللي العيال بتلبسه، اللي هو الكلام الفاضي ده. يعني الواحد أنا بحس كده إن الجيل اللي جاي مش ده الجيل اللي هيشيل الرسالة. يعني مش ده الجيل اللي هيشيل الرسالة، ده الجيل اللي بيضيع الأمانة نفسها. يعني الجيل اللي بيضيع الامانه نفسها، بجد بجد يعني. فعشان كده ان شاء الله هحاول اطبق الموضوع ده، وهحاول ان انا يعني اسرد عادات كانت موجوده واندثرت. دلوقتي يمكن بص، اقرب الناس ليك كان الجيران. انا حاليا لحد الان والله عندي بيت الاستاذ عبد النبي حافظ، اللي هو ابوه عم حافظ الله يرحمه. والله دلوقتي لحد الان احنا رابطنا الرابطه دي مين اللي حطها؟ ابويا وامي وابوهم وامهم حطوها، وبدانا احنا نفذناها وطبقناها، والجيل اللي بعده موجود مع بعضه حاليا دلوقتي. وبصراحه يعني بيكونوا احيانا اقرب ليك من الايه، من الاهل. تعالى دلوقتي حاليا دلوقتي الجيران بتتخانق مع بعضها على جانبين طوب، ولا على شويه الميه اندلجهم، ولا على شويه مش عارف ايه. طب والله العظيم يا اخي، والله العظيم زمان ما كان فيه الكلام ده كله، وكان لا يمكن. احنا كشباب كان الناس الكبيره كلها، مثلا الحاج موسى، عم عجمي، عم عبده الجلشاني، عم شعبان ابو ريا، ابو حافظ، ابو عمر، عم عبعال، استاذ حسن. الناس دي كلها كانت ابهات بمعنى اصح. لو قال خد يد انتهى الموضوع، لازم تروح له وتكلمه. واذا كنت بتعمل حاجه غلط وقال لك خلاص مفيش، ما تعملش كده تاني، انتهى الموضوع، والا هقول لابوك. واحيانا كمان كان مثلا لو جه لابو الواحد فينا يقول له ابنك حصل منه كذا كذا كذا، بيجري يعفر عليا ولا حاجه، ولا يمكن ما كناش بنبقوا قاصدين، لكن هو دلوقتي فكان ابونا اب اي حد فينا كان يقول له بص، لو عمل كده تاني ما ترجعليش، اضرب على طول، اكسر رقبته وقول لي ابنك اهو عمل واحد اتنين تلاته او ما عملش، مش هسالك. دلوقتي تخش تكلم الشاب من دول او العيل الصغير من دول، يقول لك ايه، انت شريكنا. اه والله. يعني هو مش خوف، هو بس من الخوف اللي ان ايه، الشباب اللي طالع ده حتى ابهاتهم اخلاقهم مش مظبوطه لسبب بسيط. يعني ان كونك انك تسيب ابنك طالع ببنطلون مقطع، او لابس زي شكل معين، شكل رخم كده او حاجه كده، انت نفسك مش، على فكره انت مش، اسمح لي يعني في الموضوع، انت مش محترم. لان العادات دي، الحاجات دي كلها تشبهات بالكفره، واحنا ناس مسلمين. يعني مثلا معلش ما تزعلش مني، ادي تيشيرت، وادي بنطلون، والبتاع ده، فين الوحشه؟ انا وحش في ايه مثلا؟ محتشم وحلو وكويس تمام التمام. ايه بقى اللي يخليني اكشف ركبتي، واكشف حته من التوته، واكشف من حته من كتافي، وارسم على بتاع دي سمكه، ولا بيت، ولا اتنين عاملين كده، ولا الكلام ده كله ايه؟ انا مش فاهم يعني. انت ازاي تسيب ولادك بهذا الشكل يعني؟ فان شاء الله باذن الله، يعني احنا عايزين فعلا، محتاجين فعلا ان احنا نرجع لاشياء قديمه، ولكن مع الحداثه. يعني انا ما بقولكش انا شخصيا باني وقاعد وتمام تمام وتحديث، لكن هل التحديث ده يخليك تواكب اشياء مش من طبعك ومش ما تربيتش عليها، تبتدي انت تتنازل عنها وكده؟ لا اطلاقا خالص، ما ينفعش. ليه؟ لان احنا فعلا كان ابهاتنا كان عندهم وعي، ايه، فطري. كان عندهم فطره سليمه، عندهم العيب عيب والصح صح والغلط غلط.
انما دلوقتي تكلم الواحد ابنه تقول له هو عمل لك ايه؟ ابوه يجي يقول لك هو فهمني هو عمل لك ايه؟ عمل لك ايه عشان تقول له واحد اتنين تلاته اربعه؟ ما خلاص انت طالما جيت بتعاتب جارك الاكبر اللي هو بيتكلم على ابنك كذا كذا، حتى لو كان جارك ده غلطان، كان المفروض انك انت تعنف ابنك وتقول له ما ينفعش انك انت تبوق في عمك والحكايه والروايه. اه والله. فربنا سبحانه وتعالى ييسر الامور وحضراتكم. انا عارف ان بتجل بالفيديوهات الطويله، لكن انا عارف ان الحكاوي بتاعتي مسليه، وربنا سبحانه وتعالى ييسر الحال، وان شاء الله نرجع لربنا سبحانه وتعالى وقيم وتعاليم ديننا السامح، دين الكريم، دين النظافه، دين الايمان، وهو الاسلام. ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.